بدوري أكد خابيير فرنانديز أريباس مدير صحيفة التلايار الإسبانية أن تقديم نموذجين لسيارتين من صنع مغربي أمام الملك محمد السادس يعد حدثا مرجعيا ورهانا على تحديث وتطوير الصناعة الوطنية المغربية. Es un punto de referencia muy importante que Su Majestad el Rey Mohamed VI haya presentado el primer vehículo de un fabricante. يعد حدثا مرجعيا أن يقدم أمام الملك محمد السادس أول سيارة مغربية الصنع، وسيارة طورها مغربي تعمل بالهيدروجين. Su Majestad ha presentado que es la empresa marroquí de Neo Motors y el prototipo de vehículo. فالسيارة الأولى لشركة نيو موتورز والثانية لشركة نامكس، وهذا تعبير عن الرهان على التحديث والتطور، وأساسا الرهان على الصناعة الوطنية المغربية. فمنذ شهر تقريبا بمدينة الدار البيضاء خلال اليوم الوطني للصناعة قرأ وزير الصناعة رسالة ملكية للملك محمد السادس التي كشف خلالها عن رهانه على الصناعة باعتبارها محركا للتحديث، وكذا محركا من أجل خلق فرص الشغل. وهذه الدينامية القوية هي ما طبع عهد الملك محمد السادس، وأيضا حماسته لتطوير البلاد، وحتى يتمكن المغرب من تحقيق نتائج في مجال التصنيع تمكن المغرب من تبوء الصدارة. Topes de industrialización que le permitan estar a la vanguardia, no ya solo en el tema de la industria del automóvil, cuando tú tienes un automóvil fabricado con tus patentes. ففي الشق الخاص بتصنيع السيارات، عندما تكون لك القدرة على تصنيع سيارة بواسطة أيادي محلية وعبر مقاولاتك، فهنا يمكنك الرهان على صناعة وطنية تسمح لك بالولوج إلى التكنولوجيات الإلكترونية المتطورة والمنافسة في الأسواق الدولية. أركز هنا على ما قاله الملك محمد السادس في رسالته، وهو الرهان على خلق مناصب للشغل بمستوى مهم.